الاتصالات. احداث هذا اللقاء، وبدانا مع حضراتكم مباراه اليوم. على ايدنا اليمين نادي الاتصالات بزيو العنابي، وعلى ايدنا الشمال فريق النخبه لنادي لافيان. تشكيل الفريقين سريعا كده مشاهدينا في كل مكان. ركله حره في هذه اللحظات لصالح نادي الاتصالات. على التنفيذ احمد عبد الحميد، سابها احمد الى اللاعب مصطفى سيد اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، هناك عاليه ومعديه، ولكن على طول بيطلع صهيب وترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين وتطلع وتبقى ركله مرمى في احداث هذا اللقاء. حره بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، عاليه ومعديه، انما يا ولد يا سلام عليك يا محمد يا عزت. وحكم اللقاء الدقيق احمد عبد الحميد بيلعب الكره الاماميه. احمد عبد الحميد ترجع مره ثانيه في وسط الملعب لكريم كرم. كريم عدى، كريم يا ولد يا لعيب يا كريم، عدى ولعب كره بينيه حلوه، وادي انطلاقه خطيره، وحكم اللقاء وهوبا تصويبه بقى هنا في هذه اللقطه من حازم ساهر. صالح عمرو بيلعب الكره، صالح عمرو عاليه داخل منطقه الجزاء، وطالع محمد عزت ما شاء الله عليه زي الاسد كده وبيمسك وبيلعب الكره الاماميه هناك ناحيه حازم ساهر، توصل لعوض فتحي، عوض لحازم، حازم ساهر من ناحيه الشمال، حازم ساهر بيعدي، حازم ساهر لسه الكره معاه وبيلعبها في الخلف لعوض فتحي اماميه، انما تمر الكره الى خارج الملعب. النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف حتى الان. تتلعب على طول اماميه حلوه عند حازم ساهر. حازم ساهر بيحاول وياخد منها ركله ركنيه من ناحيه الشمال. يلا يا يوسف، عرضيه عاليه حلوه وحارس المرمى وهوبا ولسه وخطر، يا مش ممكن يا حبشي، انما كوره كده من احمد حميد. عمرو زكي بيلعب الكره، عمرو زكي في اتجاه يوسف مندو، عدى يوسف حلوه العرضيه بقى، انما على طول ترجع له مره ثانيه، بيحاول يوسف والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه من ناحيه اليمين لصالح نادي لافيانا. تتلعب ليوسف لاحمد ابراهيم مره ثانيه على شماله، احمد ابراهيم عرضيه ومعديه من الكل وترجع وهوبا ومره ثانيه بقى المحاوله في هذه اللقطه لصالح نادي لافيان، انما على طول مقطوعه اماميه عاليه. كريم كرم بيردها بالاشتراك مع احمد فتحي، ترجع الكره لمحمد مصطفى ناحيه اليمين، بيلعب الكره الاماميه محمد مصطفى، وادي المحاوله بقى هنا من اللاعب مصطفى السيد، انما حارس المرمى بيطلع محمد عزت. الروعه ما شاء الله يعني. تتلعب على طول عرضيه داخل المنطقه، وادي عمرو زكي، ادي عمرو زكي، ادي عمرو زكي، يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه والله جميله يا عمرو يا زكي. يعني انا بيعجبني قوي اللعيب اللي هو لسه سنه صغير. عمرو زكي ده 2006. محمد عزت، محمد عزت بيلعب الكره لاحمد فتحي، احمد فتحي عدى وماشي احمد فتحي ولعب الكره البينيه الحلوه، وادي حبشي استلام جميله حلوه حازم ساهر. الفاول بقى، فاول فعلا لصالح نادي لافينا من ناحيه اليمين، ان احنا نوصل لكم الصوره بشكل يكون متميز شويه. ادي كره احمد ابراهيم بيلعب كره عرضيه خطره ولسه وهوبا مسكها محمد علي حارس المرمى، مسكها محمد علي حارس المرمى. خاطر يعني زي ما نوهنا عدم وجود الستاند يعني. ادي كره عوض فتحي بيلعب كره بينيه، احمد ابراهيم حلوه ميسي هوبا، يا ولد انما حارس المرمى. ايه التالق ده يا محمد علي؟ ايه التالق ده محمد علي عمل فيها ولا يعني كورتوا اللي غايب النهارده عن ماتش الاهلي يعني. ادي انطلاقه وترجع الكره مره ثانيه، انما حلوه قوي من يعني ميسي، حلوه من ميسي. عمرو زكي بيحاول، يا ولد يا لعيب يا عمرو، لسه الكره اتقطعت، ترجع مره ثانيه، وادي تدخل بقى من احمد فتحي على اللاعب مصطفى السيد. كريم كرم عدى كريم ولعب الكره لعمرو زكي ناحيه اليمين، يا ولد يا لعيبه. عمرو عدى حلو قوي، عمرو زكي عدى على شماله خطيره، تصويبه عرضيه والله فلتت من محمد علي. بيلعب الكره الاماميه على حدود منطقه الجزاء، احمد فتحي طالع وفاول على احمد فتحي لصالح اللاعب. تتلعب وحلوه، انما على طول محمد عزت بيمسك، محمد عزت بيبدا الهجمه المرتده بسرعه، ترجع مره ثانيه بلمسه في الخلف مره ثانيه اماميه، محمد عويس بيردها محمد عويس. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء يطلق كابتن محمود حسين صافره نهايه احداث الشوط الاول. نادي لافينا جالهم اكتر من فرصه كده يعني، منهم التصويبه اللي كانت بتاعه اللاعب عمرو زكي، مرتين كده عمرو سدد، وواحده على القائم والثانيه حارس المرمى مسكها وفلتت منه وطلعت ركله ركنيه. وطبعا كان في حازم ساهر بيلعب الكره الاماميه في اتجاه حبشي، كانت عايزه تبقى متطرفه شويه كده شويه على الجنب يعني. محمد عويس وبيحرس الكوره قبل اللاعب مصطفى سيد، بيطلع على طول ويمسك محمد عزت حارس المرمى. حازم ساهر
لمسه حلوه الحبشي بيلعبها لاحمد ابراهيم. احمد ابراهيم طلع له حازم. احمد ابراهيم لعبها لحازم، حلوه داخل منطقه وحازم ساهر. حازم لسه الكره مع حازم، بيلعب الكره مره ثانيه لمظلوم. مظلوم ناحيه شمال، وادي الكره العرضيه من مظلوم، ولكن حارس المرمى محمد علي. كده من لاعبي الاتصالات مسيطره على الكوره، بيضغط ويجيبها ميسي وبيلعبها على طول هنا اللاعب منتصر، انما اتقطعت. ومره ثانيه تصويبه بالقدم اليسرى كده من اللاعب يوسف حسين توصل الى محمد عزت. احمد فتحي، انما محتاجه تبقى يعني مظبوطه شويه. صهيب بيلعب كره حلوه، وادي الانطلاقه بقى اللاعب هنا بقى حبشي عايز يدخل المنطقه. حبشي وعدى حلو قوي من ناحيه شمال، وادى لمسه يد من خارج المنطقه. ابراهيم يوسف واحمد ابراهيم، سابها احمد ابراهيم ليوسف، وعلى طول بيطلع بقى هنا اللاعب سيف الدين يعني من حلق المرمى. يرجع لاحمد ابراهيم اللي عامل التغطيه. احمد فتحي اللي كان مكمل في اللعبه اللي فاتت. ترجع الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب مصطفى السيد. مصطفى عدى من ميسي. مصطفى السيد ولعب كره عرضيه خطره ومحمد عويس. خطره جدا اللي فاتت دي الحقيقه للاعب احمد عبد الحميد. ترجع الهجمه، وادي الانطلاقه محمود منتصر اماميه، وادي اللمسه من يوسف حاتم، انما على طول مقطوعه من الدفاع، وترجع ناحيه اليمين لصالح نادي الاتصالات. بهاء، هجمه خطر جدا. محمد مصطفى بيلعب العرضيه. محمد مصطفى عاليه، ولكن عزت بيمسك عزت وبيلعب الكره الاماميه. الماتش بقى سريع قوي، وادي يوسف حاتم بيحاول يستلم. يوسف حاتم مع اللاعب عبد السلام، يقطعها عبد السلام وماشي. احمد فتحي، ايمن رضا ناحيه اليمين. ايمن رضا بيلعب الكره الاماميه، انما على طول مقطوعه من اللاعب علي خالد. ترجع مره ثانيه من صهيب ولمسه خطره. تسلل اوفسايد. رمي التماس من ناحيه اليمين، تتلعب على طول. استلام من احمد ابراهيم. يلا يا رجاله، احمد ابراهيم على شماله، عدل على يمينه، وده فصيح وتصويبه ارضيه عدت الى خارج الملعب، انما اتقطعت. ورجعت الهجمه لصالح نادي الاتصالات، وخطر خطر. ممكن تعمل انفراد. يا ولد يا محمد يا عزت، برافو يا محمد يا عزت، والله برافو يا محمد يا عزت. ولسه الهجمه ومحمد عزت مره ثانيه. ايه ده؟ ايه التالق والحلاوه دي يا محمد يا عزت؟ يا ولد يا لعيب يا محمد يا عزت. حراسه مرمى نادي لافيينا في امان. محمد عزت على مرتين يتصدى الكورتين هدف الحقيقه من اللاعب مصطفى السيد. ادي مصطفى السيد مره ثانيه، عدى مصطفى داخل منطقه الجزاء، ولكن ترجع الكره مره ثانيه وتوصل الى الوحش محمد عزت. بس للاتصالات من ناحيه الشمال، بتتلعب على طول، بيردها فصيح محمد عويس. ترجع الكره في وسط الملعب، وادي الهجمه لصالح نادي الاتصالات، وفاول ركله حره غير مباشره على اللاعب ايمن رضا. تتلعب خطره. يا ولد يا محمد يا عزت، برافو يا محمد يا عزت، والله محمد عزت يتصدى لكره اللاعب مصطفى السيد. هنشوف ايمن رضا زي ما قلنا، انما يا ايمن محتاجه تبقى عاليه يا ايمن. قطعت. صهيب جمعه على ايمن رضا مره ثانيه. ايمن رضا عاليه، عدت. فصيح لعبها ليوسف حاتم لفصيح، ورمي التماس لصالح نادي لافيينا من ناحيه اليمين. محمد عويس، تتلعب ولمسه توصل سهله الى حارس المرمى محمد علي عاليه. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء، كابتن محمود حسين ينهي احداث الشوط الثاني والمباراه الى ان نلتقي في